نسرين طافش تتهم تيم حسن بضعفه في الأداء في السرير. عاد إلى الواجهة من جديد انتشار مقابلة لديما بياعة في برنامج للإعلامي نيشان، كشفت خلالها ديما عن سبب انفصالها عن تيم حسن، إذ صرحت أنه خانها مع صديقتها نسرين طافش، كما وكشفت عن تسجيلات صوتية وصلتها بصوت نسرين تعاير خلالها تيم حسن بأدائه في السرير، لافتة إلى أنه كان بإمكانها أن تقاضي نسرين على هذا الأمر. إذا موضوع حميم اتهمته لتيم بشو؟ شغلة بشعة كتير، برجولته. ولطالما افتعلت الفنانة نسرين طافش جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً في الآونة الأخيرة، حيث أطلت بلوكات مثيرة للجدل وفاضحة، وخاصة بعد إجرائها عمليات تكبير للمؤخرة والصدر. جدير بالذكر إلى تعرضها الدائم للهجوم الحاد والانتقاد واتهامها بسرقة الرجال، وخاصة بعد صدور قرار الطلاق بين أصالة وطارق العريان، حيث تم اتهامها بمصاحبة الأخير. ما في شو على كيف القصة؟ لا طبعا، لا أكيد لا. وكانت نسرين طافش قد كشفت عن الطريق المختصر إلى السعادة، حيث نشرت عبر حسابها على الإنستغرام صورة من أحد شواطئ المالديف وهي جالسة على أرجوحة مرتدية فستانا منقوشا بالورود. ووجهت نسرين نصيحة إلى متابعيها عن أهمية الشعور بالرضا، واستعارت اقتباس للكاتبة إستر هيكس وكتبت: تستطيع أن تأخذ الطريق المختصر لكل أنواع الوفرة والسعادة في حياتك فقط إذا استطعت أن تشعر بالرضا، معقبة: صباح الرضا. واعتمدت في اليوم التالي الهوت شورت من قماش الجينز ونسقت معه توب باللون الخردلي، وكانت تمارس هوايتها وهي ركوب الدراجة الهوائية التي بدت في الصورة وهي على ممر مخصص إلى جانب شاطئ البحر.